لو عايز تبقى صحي أكتر ومش عارف تبدأ منين، أو ما عندكش وقت في يومك إنك تعمل العادات الصحية اللي كل الناس بتقول عليها عشان خاطر حاسس إنها بتاخد وقت، الحلقة دي عشانك. في حلقة النهاردة هنشوف مع بعض 7 عادات بسيطة ممكن تبدأ فيها عشان تاخد بالك من صحتك في وسط زحمة الحياة. يلا نبدأ على طول. أول عادة، وأنا آسفة إن أنا مضطرة أقولها، بس هي إنك تصحى وتنام بدري. العادة دي مش بس هتساعدك إن انت تكون صحي أكتر في حد ذاتها وإنه ساعتك البيولوجية تكون مظبوطة، لأ دي كمان هتسهل عليك إنك تبني عادات صحية تانية معاها. في ناس كتير بتواجه صعوبة في إنها تصحى وتنام بدري، بس الموضوع مش مستحيل. ولو انت من الناس دي تقدر تلاقي نصايح عملية في حلقة الصحيان بدري. تاني حاجة، اتعرض لأشعة الشمس. وطبعا أنا مش بتكلم على أشعة الشمس بتاعت عز الظهر اللي بتحرق الجلد، أنا بتكلم على الشمس اللطيفة بتاعت بداية اليوم وقرب الغروب. لو ركزت كده هتلاحظ إنه الحمد لله دولنا العربية كلها معروفة بشمسها، بس بالرغم من ده في ناس كتير على الأقل في مصر عندها نقص فيتامين د، وده بسبب إن احنا دايما قاعدين جوه مكتب، شقة، مبنى بشكل أو بآخر، ومش بنتعرض لأشعة الشمس كفاية. أشعة الشمس معروفة إن هي بتفعل فيتامين د في جسمنا، وده بيساعد إن عظمنا يبقى أقوى. بس فيتامين د برضو ليه تأثير على حالتنا النفسية، فلو اتشمست شوية كل يوم ده ممكن يأثر على مزاجك. ومش بس كده، لما بتتعرض لأشعة الشمس في فترة الصبح ده بيساعدك تنام بالليل. فالتعرض لأشعة الشمس والنوم بدري والصحيان بدري مربوطين ببعض، لأنك لو صحيت بدري هتتعرض لشمس الصبح، ولو تعرضت لشمس الصبح ده تدريجيا هيساعدك انك تنام بدري وبعمق اكتر. تالت عادة سلاش نصيحة هي انه ارجوك لما تاخد بريك ما تقعدش على السوشيال ميديا. مش لازم تعمل حاجة مهمة في البريك بتاعك، ومش لازم تزرع شجرة، ترسم وردة، او تعمل اي حاجة اصلا. ممكن تبص من الشباك، ممكن حتى تفضل باصص للسقف، بس بلاش سوشيال ميديا، لان ببساطة ده مش بريك، مش استراحة، مخك مش هيفصل ومش هيستفيد. انت بس بتزود الدوشة والصداع جوه دماغك وبتضيع وقتك. ما بقولش ما تفتحش السوشيال ميديا خالص، افتحها، بس حدد ليها وقت معين في اليوم. بس ما يكونش كل ما بتزهق او كل ما تعوز تفصل تقوم ماسك الموبايل وتقعد تسكرول. رابع عادة، اتحرك كل يوم شوية. ناس كتير يومها بتقضيه وهي قاعدة على المكتب، في العربية، على الكنبة. لو ركزت مع نفسك في الغالب هتلاقي انه في جزء كبير جدا من اليوم انت بتبقى مش بتتحرك فيه، وده خطر جدا على صحتنا. سبحان الله، ربنا خالق جسمنا بشكل ان هو يساعدنا ان احنا نعمل الحاجات اللي المفروض نعملها. ولو ركزنا هنلاقي انه عضلات رجلينا من اقوى العضلات في جسمنا. لو احنا ربنا خلقنا عشان نقعد اكتر ما نتحرك، في الغالب جسمنا هيكون مبني بشكل مختلف. طب انا مشغول، ما عنديش اي مساحة ان انا اروح الجيم واعمل رياضة بشكل منتظم، اعمل ايه؟ اتحرك حتى لو في اضيق الحدود. لما تجيلك مكالمة اتمشى وانت بتاخدها. كل ساعة وانت قاعد على المكتب قوم حرك رجليك شوية وجسمك حتى لو جنب المكتب. استخدم السلم بدل الاسانسير، اركن في حتة بعيدة شوية وامشي المسافة دي. من الاخر كده، اي فرصة تجيلك انك تتحرك خدها مهما كانت بسيطة. هل ده هيخليك بقى رياضي وعضلات وفورمة؟ على الأغلب من غير تمارين رياضية منتظمة في الأسبوع ده مش هيحصل أوي، بس ده أحسن من مفيش، وممكن يحميك من أمراض أنت مكنتش متخيل إنها ممكن تجيلك من القعدة. في مقولة كده بتقولك if you don't use it you lose it، إذا ما استخدمتهاش هتخسرها. فشوف مفاصلك اللي معمولة إنها تتحرك أما تقعد كتير ممكن يحصل لها إيه. خامس عادة، ابعد عن الأكل المصنع أو ال ultra processed food. السناكس اللي بناكلها زي البسكوت والشيبس واخواتهم، الحاجات دي فيها مواد حافظة والوان صناعية والله اعلم ايه تاني، وكتير منها ممكن يسبب انه نسبة الالتهاب في جسمك تكون عالية، وده هيخليك دايما تعبان وجسمك بيوجعك. ده غير انه هي ما فيهاش فوائد، هي مش صحية، هي عبارة عن زي ما بيقولوا زيرو كالوريز، سعرات حرارية بدون اي فايدة او مغزى مفيد لجسمك غير ان هي مصدر طاقة عديم الفايدة. فبدل ما تقعد تنقنق وتاكل اكل مش بس مش بيفيدك ده بيضرك، حاول تجهز اكلك من بدري عشان ما تضطرش تشتري اكل مصنع، او لو ما عندكش الوقت ده وهتطلب كده او كده اي حاجة تاكلها، ركز في اختياراتك وحاول تختار اوبشنز او اختيارات صحية اكتر، حاجات طبيعية اكتر ما تكونش مصنعة. وركز في عاداتك، امتى اكتر وقت بتلاقي نفسك بتميل لان انت تاكل الحاجات دي. في ناس ساعات في وسط اليوم يكون عندها احساس ان هي عايزة تاكل حاجة مسكرة، فالحاجة المسكرة دي ممكن تكون حاجة حلوة مصنعة، وممكن تكون برضو تمر او فاكهة بشكل عام. فحاول تستبدل الحاجات المصنعة ببدايل طبيعية. سادس عادة، تأمل الطبيعة. استنى بس قبل ما تقفل الفيديو
مش لازم تروح تقعد في غابات الأمازون عشان خاطر تتأمل الطبيعة. أنا عارفة كلنا قاعدين في مباني في ممكن كام شجرة في الشارع، بس يعني أغلب الحاجات اللي حوالينا هي حاجات احنا اللي بانيينها كبشر. بس الطبيعة اللي أنا قصدي عليها هي ببساطة إن انت تبص للسما، إنك تركز مع صوت العصافير، إنك تشوف الغروب أو الشروق، إنك تبص لشجرة حتى لو شجرة واحدة بس في الشارع من الشباك من المكان اللي انت قاعد فيه. أو لو كل ده مش متاح ممكن تجيب زرعة وتحطها جنبك، في زرع كتير مش بيحتاج اهتمام كبير ومش بيبقى متطلباته من الشمس والمية كتير. حتى ببساطة زرعة صغيرة عندك على المكتب مثلا ده هيفرق كتير في حالتك النفسية. عينك أصلا هتستريح اما تبصلها وتفصل شوية من الشاشات اللي احنا بنبصلها طول اليوم. وده بيوصلنا لسابع عادة وأهم واحدة فيهم، وهي إنك تبقى قريب من ربنا. زي ما صحتنا الجسدية مهمة، صحتنا الروحانية أهم، وروحنا عمرها ما هتكون مطمئنة غير وهي قريبة من ربنا. فان يكون في عاداتك اليومية ورد صغير بتقراه، أذكار الصباح والمساء، تسبح مثلا وانت سايق لطريق الشغل. الحاجات دي كلها أفعال بسيطة ممكن نعملها، بس تأثيرها على روحنا وتقربنا من ربنا أكبر بكتير. والواحد ممكن يكون ظابط كل حاجة في حياته وبيعمل كل العادات الصحية الممكنة، بس طول ما هو بعيد عن ربنا دايما هيبقى حاسس ان هو مش كويس وحاسس ان في حاجة ناقصة. ان الواحد يبقى صحي هي مش مسألة سر خفي للصحة أو أحدث نصيحة موجودة أو عشب معين الواحد هيشربه. كلنا عارفين الحاجات الأساسية اللي محتاجين نعملها عشان نبقى أصحاء، بس الفكرة في ازاي نعملها بشكل بسيط في وسط ضغط الحياة. وكلمة السر هي ايه؟ التدريج. مش شرط تعرف تعمل بكل النصايح والعادات دي كلها مرة واحدة، بس بالتدريج وخطوة خطوة هتعرف. وبس كده، أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية.